أنا بصراحة لسه طالع من بث مباشر على اليوتيوب وما لقيتش عليه تفاعل، فقفلت البث وقلت أنا أفتح البث على التيك توك يمكن يعني ألاقي مشاركة. أنا قضيت 35 عام في وزارة التربية والتعليم، مفيش عام من ال 35 عام مر عليا بنفس السيستم اللي كان في العام السابق ليه. تحس ان كل عام ليه سيستم خاص بيه وله منطق خاص بيه، اللي هو منطق الوزير القائم على الوزارة، وكأن وزارة التربية والتعليم دي حقل للتجريب. وللأسف القائمين على تنفيذ التجارب دايما يهللوا، يعني لكل تغيير يأتي مع كل وزير يهللوا له تهليل، ويظنون انه التهليل للتغيير يعني ضربا من ضروب الوطنية، او هو برهان على انهم وطنيين، يعني بيسمعوا الكلام بالبلدي كده. ودي في حد ذاتها هي المشكلة الحقيقية، وسببها الجهل. والجهل لا يعني عدم العلم، يعني الجاهل مش معناها ما بيعرفش، لا، اللي ما بيعرفش حاجة خالص او ما عندوش علم بأي شيء ده انا بقول عليه امي. وكلمة امي جاية من كلمة امه، يعني قاعد زي ما ولدته امه. امي يعني ما فيش حاجة دخلت على دماغه خالص، ابيض زي الكراسة البيضة. فده من السهل انك تكتب او تنقش فيه المعلومة اللي انت عايز توصلها له. انما الجاهل للأسف الجاهل مكابر ويظن انه عالم، وهو بالفعل عنده علم، بس علم يعاكس الحقيقة والواقع. يعني احنا لو عندنا 2 طلبة في ايام انا كنت في المدارس، كان ليا زمايل كتير فشلوا في التعليم في بداياته في المرحلة الابتدائية. اللي فشل في التعليم في ايامنا احنا في المرحلة الابتدائية ده فضل امي يعني بخيره زي ما امه ولدته، وده فطرته سليمة. انما في الايام دي اللي بيتعلموا يعني بيبقوا حملة شهادات، وفي الاصل هم جهلة. يعني انت لو جبت طالب خرج من التعليم في مراحل مبكرة وعاش الحياة بفطرته وقلت له تعالى نحلق لك راسك كابوريا ولا اعمل لك كده بف ولا اعمل لك، مش هيرضى. هو هيشوف دي عيب، لانه زمان كان بيسموا الحلاق مزين يعني لانه بيزين الوجه. انما دلوقتي انا شايف الحلاقين يعني المفروض يسموه مقبح، لانه انت بتدخل عند الحلاق يعني وجهك حلو مليح يطلع وجهك زفت طين، فالمفروض الحلاق في الايام دي يسموه المقبح بدل المزين. فلو انت جبت شخص من اللي فشلوا في التعليم وحاولت تعمل له حلقة من اللي بيعملوها الايام دي، هيقول لك لا يا عم، لا 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 حد الله، انت هتخليني انا ايه ولا ايه؟ انا مش عارف ايه اللي دي والله مشكلة. انا ما بعرفش لغاية دلوقتي ايه الحاجات اللي بتطلع في البث دي وتقطع البث. طب هو انا دلوقتي طلعت لي رسالة بيقول لي احنا حظرنا يعني فئات من الجمهور، انا لا بعرف اللي اتحظر ولا اللي ما اتحظرش. المهم الجهل ده، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما عرض الامانة على السماوات والارض والجبال وابوا ان يحملوها وحملها الانسان، ربنا وصفه بانه ظلوما جهولا. وحمل الامانه في ناس فاهمه انه يعني ربنا خد السماوات والارض والجبال كده واصر ليهم انه انا هحملكم الامانه، فقالوا له لا مش هنحملها وحملها الانسان زي كده. لا، هو حمل الامانه دي صفه او خاصيه ربنا اودعها في الانسان معايا كده. وانا ضربت مثل في مره بالحكايه دي بايه، قلت مثلا انه ربنا سبحانه وتعالى تخيل لو انك انت مثلا اله وخلقت مادة النحاس بتوصل الكهرباء وبلاستيك ما بيوصلش الكهرباء، فجيت قلت ان عرضنا التيار الكهربي على النحاس والبلاستيك فحمله النحاس لانه موصل جيد للكهرباء. هو مين اللي حط الصفة فيه؟ انت. فهي زي كده ربنا حط صفات في الانسان تؤهله الى حمل الامانة، فلما جاء عرضها على النحاس والبلاستيك، النحاس حملها والبلاستيك لا، زي التيار الكهربي. الانسان حملها لانه هو مصاب بظلم وجهل برضه فطري فيه. ما هو ربنا حط فينا صفات وامرنا ان يعني ان نفعل النقيض،
وهي دي التجربة أو المحنة اللي فيها الإنسان. فالجهل اللي ربنا وصف به الإنسان موجود في كل البشر، حتى الأنبياء يعني كاد أن يظهر فيهم هذا الجهل أو يكون ظهر بالفعل. لأن سيدنا نوح لما نادى ربه أنه يعني ينجي ابنه، ربنا قال له لا تكن من الجاهلين، يعني ما تبقاش من الجاهلين اللي بيظنوا انه البنوة ومحبة الابناء يعني زي محبة البهائم لاولادها. لا، انت انسان عاقل، ده ليس من اهلك، يعني ما هواش ماشي على ضربك، ما هواش ماشي على منهجك، فهو ليس من اهلك. فلا تكن من الجاهلين اللي بيحبوا اولادهم محبة البهائم. يعني تلاقي الايام دي واحد مسؤول ومعاه ابن سكري وبيشرب شاب ومعفن ويركب عربية يدوس الناس في الشارع وهو يدافع عن ابنه، ده جهل، دي محبة الجهلاء اللي ربنا انكرها على نبي من الانبياء. فالانسان الامي افضل مليون مرة من الجاهل. احنا التربية والتعليم حاليا بتحول اولادنا من اميين لجهلة، يعني يعتنقوا افكار عكس الواقع، عكس الحياة اللي هي المفروض يعني يبنوها لمستقبلهم. دلوقتي اي انسان طالب تلاقيه، يعني انا في اخر ايامي في التربية والتعليم كنت اسأل الطلبة يعني ايه اقصى حلم عندك؟ يقول لك انا اقصى حلم عندي اعمل قناة على التيك توك واغني فيها زي اغاني المهرجانات واشلت شوية من هنا، او بنت تقول لك انا اتحزم وارقص واجيب فلوس، الناس بتكسب دولارات، مع ان انا عامل القناة دي لي 4 سنين لا شفت دولارات ولا شفت حاجة خالص. يعني ساعة ما عملتها اوهموني ان انا ممكن يعني احقق منها ارباح تساعدني في المعاش البسيط. بالعكس، ده هي اصبحت يعني مصدر استنزاف، لان الامور دي بتبقى كيف، واحنا المصيبة بتاعتنا انه اي تغيير يستدرجنا، يعني زي الذكاء الاصطناعي دلوقتي هو شيء ترفيهي بالنسبة لنا، بعد شوية شوية تحس انه بيجي من كماليات حياتك، مع انه الدول الاوروبية اللي بتصنع هذه التقنية وهذا التكنولوجي ما بيبقاش الكلام ده يعني شيء من اساسيات حياتهم، انما احنا بنعتبروه شيء من اساسيات حياتنا فيما بعد. فانا عمري ما كان يعني اقصى حاجة كان معي موبايل قد كده، وعمري ما مسكت موبايل بالتاتش ده والكلام ده، ولا كان لي اي علاقة بالنت لغاية ما طلعت معاش. وبعد كده يعني ولدي اداني التليفون اللي انا بسجل من خلاله ده، جاب له واحد جديد واداني ده، وعمل لي القناه دي على اساس ان انا افرغ فيها الطاقه. بعد كده بقت العمليه يعني شبه ادمان، انه الواحد بيجي يحن انه عايز يحكي مع الناس، بيفرغ طاقه، رغم اني انا ظروف معاشي والظروف اللي انا فيها ماديه لا تسمح ان انا اشحن باقه حتى اكلم بيها حد. انما احنا ده هو الجهل بعينه اللي احنا عايشين فيه. واحد يقول طب احنا افترض بقينا كلنا بنكسب من القنوات دي يا طلبة يا شباب، هنبقوا مجتمعات استهلاكية، ويجي في يوم من الايام اللي هو بيمولك يقطع منك المية اللي هي التمويل ده، ما هو في ايده كل حاجة، وساعتها بقى انت خبت. وده المخطط اللي بيحاك للدول اللي بتاعتنا دي، موجود في التربية والتعليم. كل سنة متوقع انه في تغيير في المناهج والانظمة وكل حاجة، مش في كل حاجة. يعني تحس كده انه التربية والتعليم كل سنة كده ليها طبلة وليها رقصة معينة. يعني في سنة من السنين كان في وزير يقول لك ايه، شعارنا مدرسة جميلة نظيفة متطورة. كان كل اللي يدخل المدرسة يعمل ايده على الحيطة كده، اللي تراب يقعد يزعق في المدير. السنة اللي بعديها طلعوا بحاجة كان اسمها رسالة المدرسة، لازم مدير المدرسة يكتب على بداية المدرسة كده حاجة اسمها رسالة المدرسة، وبعد كده طلعوا بحاجة اسمها وحدة التدريب، وبعد كل سنة المهم في رقصة كده معينة، نغمة معينة كده يتحنجل عليها القائمين في التربية والتعليم. أنا أقسم بالله أنا اشتغلت فترة في التعليم الفني، وفي مرة عملوا لنا اجتماع في الأقصر في فندق الشيراتون، والله العظيم هذا حدث. عملوا لنا اجتماع في فندق الشيراتون كل مدرسين التعليم الفني زراعي وصناعي وتجاري، في قاعة موجودة في فندق الشيراتون في الأقصر. وكان في اليوم ده عاملين في القاعة بوفيه مفتوح، وأنا أول مرة في حياتي وكانت آخر مرة إن أنا أدخل يعني بوفيه مفتوح آكل اللي أنا عايزه، وأنا ما استفدتش في اليوم ده غير بالأكل بس. لأني أول ما دخلنا اللي افتتح اللقاء كان واحد دكتور
او استاذ الله اعلم، او مدرس، او لسه معيد معرفش لانه شباب صغير. المهم كان من جامعة المنيا، بيدرس في كلية تربية تقريبا، طرق تدريس ولا ما اعرفش ايه. المصيبة انه احيانا الناس اللي بيجيبوها لك تحاضرك دي تحس انك انت والله العظيم يعني تتفوق عليها بدرجات وبمراحل في كل شيء، علميا وادبيا وثقافيا وفلسفيا وكل شيء. المهم الاول ما دخل عرفنا بنفسه، انا فلان الفلاني من جامعة المنيا بدرس في كلية تربية طرق تدريس تقريبا، واحنا طبعا جايين احنا زي اخواتكم جايين عايزين نعرف منكم ايه السلبيات اللي في المجال التعليم الفني. بس انا قبل ما نحكي السلبيات هحكي لكم حكاية حصلت معاي وانا جاي هنا. انا قبل ما اجي القاعة دي ولسه نازل من القطر، كنت في مدينة القاهرة وكنت راكب مترو الانفاق، وكان في طفلين في العربية اللي أنا راكب فيها، يعني في منتهى قلة الأدب، بيعكسوا كل واحد قاعد في العربية، يلعبوا في دجن ده ويجرسوا خد ده ويمسكوا واحدة من شعرها، والعربية كلها ضجت. الأولاد دول أولاد مين؟ يا عم لموا الأولاد دي، يا عم الأولاد دي ملهمش أهالي. فقال فين بعد فترة كده واحد فاق كان شبه نايم وقال له مؤاخذة يا جماعة الأولاد دول أولادي أنا أصلي أم الأولاد دول ماتت في مستشفى الدمرداش، وأنا ماليش حد هنا في القاهرة، فأنا واخد الأولاد ورايح أستلم جثة مامتهم من الدمرداش، فمعلش اعذروني أنا إن كنت يعني ما خدتش بالي والأولاد ضايقوكم. فقال العربية اتقلبت في نفس اللحظة من ضجيج على قلة أدب الأولاد لتعاطف مع الأولاد، وده قاعد يبوسهم وده يديهم بونبوني وده مش عارف يحتضنهم. فهو بيقول كده أنا والله العظيم هذا حصل، هنا بحلف لتاني مرة. قلت بصوت عالي أنت كذاب. فقال مين؟ أنا سامع واحد بيقول أنت كذاب. مين؟ قلت له أنا. وقفت قلت له أنا بقول أنت كذاب. تحلف يمين ان القصة اللي انت حكيتها دي حصلت، ولا القصة دي حفظوها لك قبل ما تيجي تحكيها لنا؟ لانك انت بدأت القصيدة كفر كده. انت حكت لنا القصة دي وكأنك بتقول لنا انه ما يحدث في التعليم الفني هو غلط زي افعال الاولاد دول، بس لو انتوا عرفتوا الحقيقة وانه ما يحدث في التعليم كله هي اشياء مفروضة علينا، والبوظان ده جاب التدريج، وان مش عارف ايه وايه 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 وايه. يعني لو احنا بنعرف الحقائق كما هي ومتجليه قدامنا الحقائق هنتعاطف مع الفساد اللي في الوزاره ده. فانت عايز توصلنا الرساله دي من بدايتها يعني. ففوجئت بانه كل اللي في القاعه راحوا مسجفين. طبعا هو زعل لما المجموعه اللي في القاعه زمايلي سقفوا لي، وكانت النتيجه ان انا طلعوني بره القاعه واتحرمت من القعده اصلا ولغوا لي البتاع ده. بس غدوني في يومها قبل ما اطلع، دخلوني البوفيه المفتوح، كلت لما اشتفيت في يوم، ودي كانت اول مره واخر مره في عمري ادخل فيها بوفيه مفتوح. فالقصص اللي بتحصل في التربيه والتعليم دي مش بتاعت النهارده، انه تغيير وكل سنه تغيير. انا 35 سنه والله قضيتها في التربيه والتعليم، ما في سنه اشتغلتها بنفس السيستم او بنفس النظام بتاع السنه اللي قبليها. وللأسف إن المدارس أنا دايما بشبهها بالسواقي القديمة اللي كانوا بيرووا بيها زمان الزراعات. والساقية دي عبارة عن 3 حاجات: آلة وبير بيطلع المية منه وطور بيدور الساقية. ولو احنا بصينا للساقية هي الإدارة القائمة على نظام التعليم، والإدارة تبدأها من الوزير لأدنى عامل في أي مدرسة. الإدارة دي كلها أصبحت زي الساقية اللي تروسها مكسورة، والبير نضبت ميتها قلت وقد تكون جفت خالص. وللأسف الطور اللي بيلف بكل المنظومة دي هو المدرس. وهذا الثور يعني أصبح مجهد ومتعب إنه يدور بآلة تروسها بايظة، وانه يبص كده ما يلاقيش ميه طالعه من البير. فقال لك طب وعلى ايه الدوران اللي هو بيحدث ده ويسبب لي تعب وانا ما جايبش انتاج، مفيش حاجه طالعه. فحط
حط نفسه على الارض واستسلم ورفض القيام. وده انا عملته، انا الطور اللي كنت من هذه الطبيعة، لان انا جيت في الاخر ونفعني في الحكاية دي المؤهل بتاعي. انا كنت مدرس احياء ومدرس علوم، وجيت بعد ما قضيت 10 سنين لقيت نفسي زي الطور اللي انا بقصفه ده، انا بلف في ساقية تروسها بايظة ومفيش مية طالعة. طب على ايه التعب ده يعني؟ فرحت محول نفسي مدرس تربية زراعية. قلت اقعد، وخدمني المؤهل، اقعد اقصقص في الشجر واسقي النجيلة بتاعت الجنينة احسن من التدريس. ومع ذلك كنت اقسم بالله ادرس كل الحصص، وانا بعرف اجيد تدريس كل المواد ما عدا الانجليزي والفرنساوي. يعني كنت ادخل في الثانويه العامه ادبي ادرس فلسفه ومنطق وعلم نفس وتاريخ وجغرافيا وجيولوجيا واحياء وفيزياء وكيمياء، واللي يعرفني يعرف ان انا كده. وعندي استعداد ادرس المواد كلها وبكفاءه اكبر من اي مدرس في جمهوريه مصر العربيه، وانا بقول كده على شبكه بتغطي العالم كله. واتحدى انه اي حد يشرح درس بنفس الاسلوب اللي انا بشرح. ولكن للاسف الاولاد بيجوا مش عايزين، يعني حد انت يقول لك لا انت بتطلع بره الدرس، انت بتحكي، انت هم عايزين كده. وانا هحكي لكم قصه دلوقتي لسه حكيها على اليوتيوب من 5 دقائق بس. المهم الطلبه بيجوا خلاص، ففي طور حط نفسه وخلاص واستسلم وبعد من القصه كلها، يعني رمى نفسه جانب كده وخلاص. وفي طور الممر اللي بيدور فيه حشيش، فهو بيدور بياكل، فهو استمر في الدوران وتظاهر بالدوران في مقابل انه بياكل. هو بيهبش في الزرع بتاع اللي حوالين منه. وده اللي هو بيحاول يستثمر وجوده في الساقية لمصلحة تاني. ودول اللي هم قدروا يعملوا لهم اسماء في الدروس الخصوصية، ودول اقسم بالله العلي العظيم ساهموا بنسبة 1000% في بوظان التربية والتعليم. انا عندي استعداد اكتب كتاب من 1,000,000 صفحة عن مساوئ الدروس الخصوصية، وان هي بالفعل سبب اللي حصل ده. وهنا لما نيجي نتكلم ما نقدرش نقول انه المسؤول الوحيد هو القائمين على العملية التعليمية. ما هو الطالب ولي الامر مسؤول. ما انت لو سألت طالب يقول لك انا مش بستفيد من المدرسة، هو مش حكاية انه مش بيستفيد. المدرسة فيها التزامات. في مدرس بيقول له انت شعرك طويل ليه، انت جزمتك مش عارف ايه، انت ما جيش البليونيفورم ليه. انما في الدرس الخاص هو بيروح يتمرجع وبيقعد في الدرس الخاص حاطط رجلي على رجله والدنيا معاه. والبنات بتعرض ازياء. دي حقائق، انا مش بتبلى على حد، دي حقائق. فهو بالنسبه له مش حكايه ان المدرسه التزام، هو مش عايز حاجه يبقى فيها التزام، وهو عايز يصيع. وللاسف ان هم فاهمين ان دي حريه، وكلمه الحريه برضه مفهومه خطا، لانه الحريه هي التزام من جانب واحد. يعني انا لما اجي اقول الجسم ده حر يبقى معلق من ناحيه واحده زي البندول كده، اقول ده حر الحركه كده. انما اللي مربوط من اكتر من ناحيه ده مقيد. طب واللي مش مربوط خالص ده مفلوت. وفي فرق ما بين الانفلات والحريه. فاكبر حاجه تديك حريه في الحياه هي الاسلام، لانه الاسلام بيربطك بربنا بس، ولا يربطك بشيخ ولا بكاهن ولا بكلام الفاضي ده. انت معلق كده امام الله. كل انسان الزمناه طائره في عنقه. وطالما انت معلق بربنا بس يبقى انت حر. دي قمه الحريه دي. فالحريه مش معناها انفلات يا جماعه. الحريه معناها انك انت تبقى مربوط بشيء واحد. لو ما مربوطش خالص تبقى منفلت، ولو مربوط باكثر من شيء تبقى انت مقيد. فما هياش حريه. اللي مستفيدين من الحكايه دي تسال ولي الامر يقول لك المدرسه كثافه الفصول عاليه. طب هو كثافه الفصل كام؟ 40 50 60 طالب؟ 70 يا سيدي؟ 80 يا سيدي؟ ده انت ابنك بيروح في قاعه فيها 2500 طالب وقدامه مدرس سنكوح ما يجيبش 3 ابيض، والطلبه تقعد تهزر ومش عارف ايه ويغنوا اغاني بتاعت اطفال، واللي يعمل كده قال ويطلع من ايده قال بونبونايه. كلام ما بيجيش تعليم. اقسم بالله ده ما منظر تعليم ولا مظهر تعليم ولا حاجه تدل على انه فيها يعني ذره من التعليم. دي سنكحه، ودي مش ممكن ابدا تبقى يعني تعليم. فالقصه كلها ايه؟ انه احنا محتاجين حد يصلح تروس الاله ويطهر البير عشان ترجع تاني يعني تطلع ميه.
ويعالج الطور اللي وقع على الارض او اللي شرد بره حدود المنظومه، وبيجي عامل له صاله فيها 2500 طالب وبيحقق ملايين الجنيهات، وفي نفس الوقت هو منتمي للمدرسه وبيرشي المدير والوزير والغفير. والله العظيم التعليم الفني يا جماعه بتحصل فيه مصايب، وخصوصا في وجه بحري. يعني في مدارس في وجه بحري زراعيه وصناعيه، وخصوصا الصناعيه وما ادراك ما الصناعيه، يعني الطلبه بيعملوا لهم قال مجموعات خاصه، وما فيش طلبه بيحضروا خالص. هو الطالب بيسوق توك توك، واللي الفلوس اللي بيجمعها من التوك توك بيروح يوديها لمدير المدرسه، وفوق ده كله في الاخر قال يعملوا له غياب، يكتبوه بالرصاص، وبعد كده يجوا يعملوا له اعاده قيد واستنزاف مالي للطلبه. دي مؤسسات تجاريه المدارس دي، انا كنت فيها واللي بقوله ده حقائق. واللي مش مصدقني يروح يعمل يعني استطلاع ميداني ويشوف بنفسه. واللي زي انا خد له خازوق في التربيه. انا بعد ما طلعت معاش فاضي اقسم بالله بقول للعيال تعالى اديكم درس ببلاش مرضيين. ليه؟ عشان انا ماليش باع وتاريخ في الدروس الخصوصيه. لو حلفت للعيل 100,000 يمين ان انا ممكن اشرح لك درس ما حدش يعرف يشرحه لك في مصر كلها، مش هيصدقني. ليه؟ لانه هي الشهره بتعمل كل شيء الايام دي، وما شاء الله على السوشيال ميديا يعني واللي عملته في الناس. فالمدرس يفرق بين زمان ودلوقتي في ايه؟ انه المدرس زمان كان يعني صاحب رساله. وحكيت قصه انا بقول لكم من 5 دقائق على اليوتيوب. كان في واحد زمان صحفي اسمه لويس جريس. لويس جريس ده من اسيوط، وكان متزوج من الفنانه اللي كان اسمها سناء جميل. لويس جريس ده انا مره سمعت له لقاء مع واحده مذيعه بتساله، بتقول له يا استاذ لويس انت خريج كليه علوم واشتغلت في الصحافه، ايه السر انك انت اشتغلت في الصحافه رغم انك انت خريج علوم؟ قال له والله انا في الثانويه العامه كنت بذاكر على اساس اجيب مجموع يدخلني كليه الطب، وربنا ما وفقنيش، ما جبتش مجموع يدخلني كليه الطب، فاضطريت اكتب بعد طب وصيدله كليه علوم. فدخلت كليه علوم في جامعه اسكندريه، وكان عميد الكليه في جامعه اسكندريه ابن باشا، يعني معاه فيلا في منطقه راقيه في اسكندريه على البحر. مش عارف كان بشزار ساعتها قال ولا الشطبي ولا الرمل ولا ما اعرفش يعني. فقال الانسان ده كان عنده تقليد انه دفعه سنه اولى بعد اسبوع من الدراسه بيعزمهم في الفيلا بتاعته. فقال بعد ما بدات الدراسه باسبوع عزمنا في الفيلا، وكنا يا دوب 18 طالب، حط 9 من هنا و9 من هنا على الترابيزه، وهو قاعد على راس الترابيزه واحنا بناكل قاعد يحكي معانا انت ايه هوايتك؟ اللي يقول له انا هوايتي السباحه، اللي يقول له انا هوايتي رمايه، اللي يقول له انا هوايتي اعمل موسيقى، اللي يقول له هوايتي انا مش عارف ايه. انت هوايتك ايه؟ قال له انا ماليش هوايه خالص. لويس جريس قال له ليه؟ قال له انا من قريه في اسيوط، اقصى هواياتي ان انا كنت اعمل لي نبله واصيد عصافير من على الشجر، او اعمل لي صناره واروح اصيد سمك من الترعه. فقال له يعني مالكش هوايات اكتر من كده؟ قال له لا ابدا. فقال بعد ما اكلنا جاب كراسه اسمك ايه اسمك ايه اسمك ايه اسمك ايه، وراح مقسمنا مجموعات، دي جماعه صحافه، دي جماعه علميه، دي جماعه رياضيه، دي جماعه اجتماعيه بس. وقال بعد كده ايه، انا حطني في جماعه الصحافه وطلب مننا نكتب مقالات، وكان بيساعدنا في كتابه المقالات. وبعد كده كان مصاحب رئيس تحرير مجله كان اسمها الجديد، وكان بيديله المقالات بتاعتنا ينشرها في المجله. واحنا كنا طلبه لما نشوف مقالاتنا منشوره في مجله مشهوره كنا بنفرح، ويبقى عندنا دافع ان احنا نكتب اكتر. فقال بعد ما تخرجنا يعني الغريب والشيء العجيب، قال بعد التخرج كل اللي حطنا في جماعه الصحافه بقوا صحفيين واشتغلوا في مجال الصحافه، واللي حطنا في جماعه الرياضه بقوا رياضيين او حكام او مدربين، واللي حطهم في الجماعه العلميه بقوا كلهم علماء، واللي حطهم في الجماعه الاجتماعيه بقوا كلهم رجال بارزين في المجتمع، يعني اعضاء مجلس الشعب حاجات زي كده. فاللي قسمه لنا العميد هو اللي كان مجال عملنا وليس الدراسه. دي كانت العلاقه ما بين الاستاذ والمدرس والطالب. المدرس كان بيحتوي الطالب، بيعلم الطالب، معلم. اصل في فرق بين كلمه معلم ومدرس. مدرس جاي من الدراس، يعني الدراس هو تقطيع الاعواد بتاعت الزارع، فاللي بيدرس ده بيقطع المعلومه يعني بسطها انما المعلم الاب ممكن يكون معلم. المعلم هو الذي ينقل كل خبرات حياته
لطلابه، والطلاب دلوقتي ما عندهمش استعداد يسمعوا كده يعني. ده انت لو حبيت تعمل كده تبقى انسان رغاي وانسان بتطلع بره الموضوع وانسان لا. انا عايز واحد يشحن لي كبسوله يقول لي الامتحان بس. وانا مش طبعي كده، ولذلك انا مش فالح في الدروس الخصوصيه يعني، ولا هفلح فيها خلاص لان الواحد كبر. فالقصه المنظومه كلها، انا من ساعه ما بدات المدرسه من اسبوعين اللي عدوا دول، من قبل المدرسه يعني، بشوف حاجات غريبه انا يعني. مدرسين بيعملوا حاجات هبل في الدروس الخصوصيه، ويطلع قال المدرس بقول لك سنكوح والله العظيم، ويدخل في ذمه بثلاثه تعريف، ولاقيه عامل لي صاله قدامه 2500 طالب وبيغني لي اغاني اطفال، والبنات قال البت تبقى قال كده مكسوفه، قال مش عارف ايه، وتقول لك ايه الترند بتاع انا لما يسالني المدرس قال في الحصه مش عارف بعمل ايه. وايه وده الاوضاع ده انا مش فاهمها والله العظيم. ده الواحد بيتحسر على حاله اقسم بالله يعني. ايه الاوضاع دي مش عارف. وبعد كده نقول لك قال فلسطين وغزه، وده احنا لسه ياما هنشوف. ده احنا احتمال كل الامم زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام تتكالب علينا بجد. ده احنا منتظرانا ايام سودة اذا لم نفق من الكابوس اللي احنا عايشين فيه وفرحانين ومكشوفين للهوى يضرب في الدبر بتاعنا بالليل، ونحلم احلام ورديه واحنا نايمين، واحنا مش واخدين بالنا ان احنا معريين من ورا يعني. فلو استمر الحال كده اقسم بالله منتظراكم ايام سودة وطريق طويل وكله شوك وعجارب وفي اخره بير، واللي هيتحرك في هذا الطريق يا هتلدع عقرب يا تدق شوكه، ونستمر هيوقع في الاخر في بير. طب ايه الحل؟ الحل ان كل واحد يوقف مكانه ثابت ويراجع نفسه وينتظر بزوغ شمس النهار ثم يتحرك. ويا ريت تكون الرسالة اللي مألماني وصلت، ويا ريت اللي بيتابعني يفهم، لان اقسم بالله عدم دعمكم للمحتويات الهادفة هيودي الدنيا في داهية. انا مش عايز حد يدعمني ولا حد ينيلني خالص، بس اقسم بالله انا ببدا حزين. انا لي 4 سنين بقدم في الفيديوهات دي والحاجات، والاقي الفيديو يعمل لي 5 مشاهدات 10 مشاهدات 3 مشاهدات، محدش يسمعك خالص. وتلاقي واحده بترقص او بتقول كلام هايف، وتلاقي تبص كده في المشاهدات بتاعتها تلاقيها بالالافات وبالملايين. في شيء في حياتكم غلط. انا كبرت والله والواحد يعني بيودع الدنيا، بس في شيء غلط اقسم بالله. لو ما فوقنا الكل هيبقى في حالة ضياع. وتصبحوا على خير وربنا يسترها معاكم دنيا وآخرة، ونلتقي بإذن الله تعالى لما الواحد يكون فاضي في حوارات أخرى. يلا سلام.